قال فتح بنك معاملة التقسيط للعسكر الذي يستلمون رواتب التحالف، وعملية التقسيط تكون كالتالي: إحضار عرض سعر المواد التي تريدها من صاحب محل، ثم يذهب مندوب البنك ويشتريها لك ويقسطها عليك على عدة شهور، ويأخذ ربح زيادة 10 أو 12%، وتحضر 3 عسكر ضمناء في حالة فصل راتبك من قبل التحالف، ويقومون بسداد ما عليك من التقسيط، علما عندما تستكمل إجراءات المعاملة يذهب مندوب من البنك ويشتري البضاعة ويتملكها، وبعد ملكها يسلمها الشخص صاحب التقسيط. ما حكم هذا؟ بيع التقسيط الأصل فيه الجواز، وأحل الله البيع وحرم الربا، ونقل عليه الاتفاق، والصحيح خلاف حاصل فيه. وأما هذه الصورة التي ذكرت فهذه فيها حيلة على زيادة الدين، هذا الذي يظهر. إن كان هذا البنك معه أماكن البيع والشراء فيها الإسمنت وفيها المواد التي يحتاج إليها الناس، فإذا جاء شخص يريد منه بضاعة فيعطيه بالتقسيط بالآجل زيادة وبالعاجل على السعر المعلوم، فهذا ما فيه شيء. وأما إذا كان لا يملك هذه البضاعة وإنما يملكها لأجل الزيادة بعد ذلك، ولأجل الربح، ولأجل زيادة الدين، لأن هذا الرجل لو جاء إليه وقال أريد دينا ويريد يعني السداد بعد حين ربما يمتنع. فالدين الأصل فيه الإرفاق للتحايل، الأصل في الدين الإرفاق، أن يرفق بالمسكين المحتاج فيعطى الدين ويضرب له الأجل، كما أمر الله بالأجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهكذا يكتب هذا الدين. والدين هو إنما إرفاق بالمدين من الدائن، وأما الزيادة عليه فهي تعب، وليس هذا شيء من الإرفاق فيه أن يزاد عليه بهذه الصورة أو بغيرها من الحيل. فهو لو طلب دينا ما أعطي هذا الفقير، سيأتي بالضمناء 10 من العساكر ضمناء، ما هو لا 3، سأقول هؤلاء يضمنوني سأرد لكم، اكتبوا علي أي شهر أسدد سأسدد، لكن لا تزيدوا علي شيء. سيقولوا لا، لكن أنت ايش تريد؟ قال أنا أريد بضائع كذا وكذا وكذا، فيذهب ويتملكوها شهر شهرين، تعال بعد أسبوع حتى نخرج من هذا الحرج ونحن سنملكها ونضعها عندنا، ثم تعال نعطيك إياها. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، أعطوا المساكين هؤلاء ديونا وارفقوا بهم، فالدين الأصل فيه الإرفاق. أما يا تريد بضاعة ما تبيعوا لا تشتروا في هذه البضائع أنتم، وإنما تريدون الزيادة في الديون هذه، فيحصل ضرر على الفقراء، يحصل ضرر، والله المساكين يحصل عليهم ضرر. فمن استطاع أن يرفق يعطي، ومن لا يستطيع لا يبقى يتحايل عليه سأشتري لك إلى آخر ذلك. إن كان معكم حل البيع والشراء الحمد لله، زد ما شئت من التقسيط بالمعروف، الحمد لله، أنت صاحب مكان، بيع التقسيط جائز، فبيع له بالعاجل كذا 10,000 وبالآجل ب20,000 تقسيطا، ما في شيء. أما ما معكم حل وإنما تشتري وقت الزبائن الذين يأتون إليك وتزيد عليهم، هذا فيه نظر. لكن إذا قلت أنا سأشتري فإن أعجبك الحمد لله، وما أعجبك الأمر سهل، ما أعجبك الأمر سهل، أنا سأشتري البضائع ووفر لكم جميع ما تحتاجون إليه، كل ما تحتاجون ليس أحضره لكم. فإن أعجبكم لا نعقد عقدا ونقول خلاص اتفقنا نحن وأنت ونأتي لك من البنك تعال بعد أسبوع شلة، قد بعنا، هذا ما يصلح بيع ما ليس عندك. وهكذا أيضا المقصود الدين والزيادة في الدين. لكن أنا سآتي ببضاعة كم محتاج، وقال نحن نحتاج كذا وكذا وكذا، وجاء آخر أبشر سنأتي ببضاعة ولا نعقد عقدا ولا نعقد عقد بيع أبدا. الآن سنأتي ببضاعة، إذا أعجبتكم البضاعة اشتريتم ولا حقي، هي حقي، ما في شيء في هذه الصورة. لكن العقد قد تم قبل التملك، ويعطيه ورقة يقول اذهب استلم من المحل، وغدا متفق مع المحل هذا صورة واضحة. لكن هؤلاء لا، قالوا نأتي بالبضاعة نحن خليها عندنا فترة كذا ثم خذها أنت، وقد عقدوا عليه على المبايعة وملزم بأخذها. لو قال بعد أسبوع يا جماعة أنا قد أعطاني واحد وقد وجدت، وجدت كيف وجدت؟ نحن قد اشترنا، لابد تأخذ، لابد كذا. إذن هذا المقام وهو من أجل الإرفاق به.
وإنما قد حصل العقد، سواء حصل العقد بالكتابة أو بالعرف المتعارف عندهم. فإن المعروف المضروب عرفا كالمضروب إيش نطقا، معنى كلامهم رحمهم الله، أو المشروط عرفا كالمشروط نطقا. فهذا عرفكم أنتم، فهذا غلط. لكن أبشر، هي الآن ما هي عندي، سأذهب اشتري البضاعة وآتي بها ثم نعقد، إن عجبتك خذ، وإن لم تعجب هي حقي، تعجبك حقي. لكن بعد شهر وين ذاك الزبون، دوروا عليه وهاتوا العساكر الذين ضمنوه. طيب كيف ذا الخبر؟ إذن هذا قد حصل قبل أن يشتري، باع ما ليس عنده.